أسس بالعربي. اهلا وسهلا بيكم في كورس نسم سي بي تي بالعربي الاديشن نمبر 7 شابتر 10 بعنوان السبلمنتيشن. النهارده هنجرب معاكم حاجه جديده في تناول موضوع السبلمنتيشن. يعني احنا شرحناه اكتر من مره في عده كورسات كتير سواء بالنسم او اي سي اس اي. النهارده في شابتر 10 هنستعين بدكتور عبير يكون معانا في شرح شابتر 10، لان انا حبيت اناقش الموضوع من الناحيه الميديكال وعلاقه الادويه بيها شويه. لو في اي كومنتس اي تعليقات يا ريت تبعتوا لنا على الكومنتس على التواصل الواتساب الرقم المسجل على الكورس. ويلا بينا نبدأ الحلقة مع دكتور عبير. أسس بالعربي. أهلا بيكم، معاكم دكتورة عبير أحمد. شابتر 10 هيكون بيتكلم عن supplementation. هنعرف فيه definition of supplement، هنعرف الرول of supplement، هنعرف uses of supplement، ايه هو تعريف السبلمنت، ايه استخداماته، أهميته ايه في حياتنا. الدايتري سبلمنت ايه هي الانجريدينت، هو عبارة عن ايه، يعني ايه كلمة سبلمنت. هنلاقيها الانجريدينت في الفيتامين، في المينرال، في الهيرب، في الامينو اسيد. كل واحدة فيهم هتتشرح بالتفصيل. ايه الريزون اوف دايتري سبلمنت، انا ليه بستخدم الدايتري سبلمنت. اميون هيلث، انرجي، بيوتي، هيلث اوف بون، هيلث اوف هارت، هيلث اوف جوينت. انا عايزه صحه، عايزه مناعه، عايزه انرجي. دي كلها اسباب تخليني استخدم الدايتري سبلمنت. هنشرح التيبل اللي بيوضح لنا كل فيتامين الدوز بتاعته، الابر انتيك ليفل ليه، هل لو انا خدت سبلمنت زياده هيبقى فيه توكسيسيتي ولا لا. كمان هنشرح الفيتامين، الفيلوينج جايد لاين، امتى استخدم الفيتامين وامتى يكون ليه محاذير ان انا ما استخدمهاش. كمان هنتكلم عن الليبل اللي بنلاقيها دايتري سبلمنت ليبل، في كل فيتامين بنجيبه بيتباع في الصيدليات بيبقى عليه ليبل. هنعرف ايه الاكتف انجريدينت اللي موجودة على الليبل، والاذر انجريدينت المواد التانية اللي موجودة، والدوز بتاعتها واليوز بتاعتها زي ما مكتوب في كل تيبل او في الجداول اللي موجودة عندنا. هنعرف بعد كده الهيلث سبلمنت والبرفورمانس سبلمنت هنلاقيها ازاي في الفيتامين والمينرالز. هنعرف الفات سولابل فيتامين والووتر سولابل فيتامينز، وهندرس كل فيتامين بالتفصيل. في المينرالز كمان فيها كلاسيفيكيشن في مايكرو مينرالز، ماكرو ومايكرو مينرالز. هندرس اوميجا 3 سبلمنت. كمان هنعرف حاجة اسمها الارجوجينيك ايد، ازاي الارجوجينيك ايدز بتساعدني ان انا اعمل شغل. هتكون متواجدة فين، في البروتين، في الكافيين، في الكرياتين. كل ده هيكون معانا في شابتر 10 بشرح واضح. في النهاية هنلخص الشابتر كله في كذا بوينت. التيبل اللي موجود عندنا هنا بيوضح فيه النيوترنت، انواع الفيتامين المختلفة، وفي اليونت اوف ميجر اللي هي كل فيتامين. احنا عارفين ان الفيتامين بنحتاجها في كميات قليلة، فأكيد الميجر أو وحدة القياس بتاعها هتبقى بالمايكروجرام أو الانترناشونال يونت. دي في يعني ديلي فاليو، ديلي فاليو اللي هي احتياجاتك اليومية بالسبلمنت. اليو ال اللي هي upper intake level، upper intake level دي معناها ايه، مرحلة الأمان أو السيفتي مارجن. يعني أنا ما زودش عن الدوز دي، ما زودش. زي ايه، زي مثلا اول اكزامبل عندنا فيتامين دي، اليونت اوف ميجر عندي بالمايكروجرام، بحتاج منه ايه، دي في الديلي فاليو 20 مايكروجرام، ده للادلت الشخص الكبير. طيب اليو ال السيفتي مارجن هتكون كام، 100، يعني ما زودش عن 100، ما زودش عن 100 مايكروجرام. ده بالنسبة للأدلت. طب بالنسبة للبريجنانت واللاكتنج، الحامل والمرضع، الديلي فاليو هتاخد 15 مايكروجرام. اليو ال ما تزودش عن ال 100 مايكروجرام عشان تبقى في السيفتي مارجن او تبقى في مرحلة الامان، ما تدخلش في اعراض جانبية او تدخل في توكسيستي. لان التيبل ده بيوضح لك ان ايه، لو انت زودت عن كده ممكن توصل لمرحلة. أسس بالعربي.
This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong.